يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بالفؤاد والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي برنامج شباب الصحابة. في بداية هذه الحلقة أرحب بكم جميعا، وأرحب بمن يصحبني في تقديم هذه الحلقة أخي وزميلي عبد الرحمن. حياك الله عبد الرحمن. حياك الله أخي أنس، وحيا الله المتابعين الكرام الأفاضل. نحييكم في هذه المسابقة الرمضانية الكبرى شباب الصحابة في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك. طبعا برنامجنا بشكل مختصر نعيد لكم سياسة البرنامج. بإذن الله سوف يكون في كل حلقة معنا صحابي نتكلم عنه وننهل من بعض مناقبه وفضائله وما عليكم سوى معرفة هذا الصحابي والاتصال بنا والإجابة عبر الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة أو عبر المشاركة في صفحتنا على الفيسبوك عبر البث المباشر هناك، أو عبر البث المباشر أيضا في صفحتنا على اليوتيوب. طبعا نستمع إلى الجوائز مع أخي أنس. الجوائز أخي عبد الرحمن تنقسم إلى مسارين كما هو معتاد: مسار الاتصالات الهاتفية عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة، وعبر المسار الآخر عبر التعليقات في حسابنا في الفيسبوك، وعبر البث المباشر في قناتنا في اليوتيوب. قيمة الاتصال المباشر $400، وغدا بإذن الله يكون السحب عليها. وأيضا المسار الآخر هو مسار التعليقات والكومنتات، تكون في الفيسبوك وقناتنا في اليوتيوب. وبإذن الله السحب يكون يوم الجمعة بإذن الله عز وجل. نعم بإذن الله ننتظر مشاركاتكم واستفساراتكم، وأيضا نستقبل اقتراحاتكم على نفس الرقم الذي تشاركون وتتصلون به. إذا دعنا ندخل إلى محور حديثنا هذا اليوم بقول الشاعر يقول: ولا الشجاعة عن جسم ولا جلد ولا الإمارة إرث عن أب فأبي، لكنها همم أدى إلى رفع وكل ذلك طبع غير مكتسب. عبد الرحمن سبحان الله، يلاحظ من الأبيات اللي ذكرتها موضوع حلقتنا سبحان الله. يعني تتكلم أنت يقول الشاعر: ولا الشجاعة عن جسم ولا جلد، فسبحان الله يلاحظ أن موضوع الحلقة عن الشجاعة. إذن موضوع حلقتنا إخواني المشاهدين يدور حول الشجاعة، والتي هي من الصفات الحميدة طبعا أخي عبد الرحمن، التي يفضلها الجميع بل يتفاخرون بها. كون أنها غير أنها يعني هي من الصفات الحميدة، الناس تتفاخر بها، لأنها يعني من الأشياء الإنسان يفتخر بها ويعتز بها، لأنها جرأة وشيء جميل جدا يكتسبه المرء. نعم. وأيضا عرف عن المسلمين في زمن الصحابة تحديدا أنهم كانوا شجعان، وما اكتسبوا هذه الشجاعة إلا من الدين الإسلامي. عندما يمتلئ قلبك بتقوى الله عز وجل لا تهاب شيئا. يعني أنت تتعامل مع رب هو مالك كل شيء، مالك الملك، فعندما يعني يتعلق قلبك بهذا الخالق الذي يملك كل شيء لا تهاب شيئا، يعني حتى لا تهاب الموت. وفي ذكر الموت يقول أبو بكر الصديق: اطلبوا الموت توهب لكم الحياة. فسبحان الله تجد أطول الناس أعمارهم الناس الذين يعني لا يخافون من الموت ولا يهابون الموت، ويعني يعتبرون الموت أمر طبيعي، وهذه من صفات الشجعان. أيضا نلاحظ يعني سبحان الله ذكرنا أنه المسلمين عرفوا بشجاعة، كما أنه يعني لو جينا نحدد في التاريخ بشكل عام تجد سبحان الله سكان قارة أفريقيا وقارة آسيا هم عرفوا من الشجاعة، خصوصا المسلمين منهم، وأيضا عرف عنهم أنهم أشداء ولا يهابون الأعداء. فهذه يعني نقطة جانبية ممكن أن نذكرها في ذكر موضوع الشجاعة. طبعا أخي عبد الرحمن يوم نذكر الشجاعة نربطها أكيد بصحابي. نعم. هذا ما فيه أي نقاش. وطبعا إحنا عناويننا تكون كذا، نطرح لك الموضوع ونربطه بأحد الصحابة. طبعا الصحابة أو الصحابي لهذه الحلقة امتاز بالشجاعة طبعا أخي عبد الرحمن. وطبعا كان سلاحه الأول هو الرماح، وغير كذا سلاحه الثاني كان هو الدعاء. فهو أول من رمى بسهم في الإسلام. صحابينا لهذه الحلقة هو أول من رمى بسهم في الإسلام.
طبعا يوم ترى أنه أول من رمى سهما بالإسلام، ترى الشجاعة، سبحان الله، ترى أنه يعني مبادر. نعم. فترى أن الشجاعة هذه موجودة معه منذ الصغر أعتقد، نعم. أو من هذا القبيل. فترى أنه أول من بادر وكان لديه شجاعة في أنه صار يعني صاحب الفضل، لأنه أول من رمى سهما في الإسلام. نعم. وفي ذكر الأسلحة التي كان يستخدمها، يعني ذكرنا أنه يستخدم السلاح الأول ألا وهو الرماح، وكان ماهرا به. وأيضا كان يستخدم سلاحا آخر وهو الدعاء. سبحان الله، لو تجد هذه السلاحين، هناك سلاح مادي الذي هو الرماح، وهناك سلاح معنوي، والسلاح المعنوي هنا أهم من السلاح المادي. تجد سبحان الله يا شجعان يهتمون بالسلاح المادي ويهتمون بالصلة التي تقربهم بالله عز وجل. هذه هي اللي تمدهم حتى يستخدمون السلاح المادي اللي وهو الرمح وغير يعني ذلك من الأسلحة الأخرى أو الأشياء المادية الأخرى، حتى يظهروا شجاعتهم التي اكتسبوها من ثقتهم بالله عز وجل. صحابينا لهذا اليوم كما ذكرت أيضا أنه أول من رمى سهم في الإسلام. وفي ذكر الأسهم أنه سبحان الله يقولون ما رمى سهما إلا أصابه، تمام، يعني يحدد هدف، وما رمى سهما إلا أجاب. وهو في ذكر السلاح الآخر ألا وهو الدعاء، يقولون أيضا كان مجاب الدعوة، أي ما دعا بدعوة إلا أجيبت له. سبحان الله كان يستخدم هذه السلاحين وكان ماهرا فيهما. سبحان الله. نعم. قد روي في الآثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى منه شيء فقرت عيناه وسر بها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى منه شيء فأعجب به، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة عظيمة، فقال اللهم سدد رميه وأجب دعوته. فسبحان الله نال، يعني والله ما أدري شغلك يا عبد الرحمن، نال دعاء يعني الواحد يتمناه جدا. يعني تخيل أنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك يقول اللهم سدد رميه وأجب دعاءه، يعني والله يعني يعجز اللسان عن وصف. يعني أنت تخيل أنك أنت تحط نفسك في مكان هذا الصحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك بهذه الدعاوي الجميلة، يقول لك اللهم سدد رميه واللهم أجب دعاءه. فنال أجر عظيم جدا، وواحد يعني والله يقول يتمنى أن يكون مثله. يعني حط نفسك مكان صحابيين هذه الحلقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى منك شيء جميل فقام ودعا قال اللهم سدد رميه سدد رميه واجب دعاء. الان الواحد لو قدم معونه ولا شيء جاء خطاب من المدير ما نام الليل. نعم. لعلنا نستقبل اول اتصال، نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. من معي؟ أنا محمد من الرياض. الاسم مرة أخرى؟ هالة محمد من الرياض. هالة محمد من الرياض، حياك الله أختي هالة. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ أنت أول متسابقة معنا لهذا اليوم. سعد بن أبي وقاص. سعد ابن أبي وقاص، جزاك الله خير أختي هالة، وبإذن الله نتمنى لك حظا طيبا. الاتصال الآخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم، هل تسمعني؟ يبدو عبد الرحمن أن الاتصال قطع في نص نعم، لعلنا نعود إلى محور حديثنا وهو صحابي لهذه الحلقة. نعم. ذكرت في قبل الاتصال يا أنس أنه ما ناله صحابينا إلى هذه الحلقة، ولعلنا نذكر هذه النقطة بعد هذا الاتصال. عندك يا أخي أنس، تفضل استلم هذا الاتصال. نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. مرحبا. الله مساكم. الله يسعد مساك أخي الفاضل، حياك الله. من معي؟ الله يحييك، معك أحمد عبد الكريم من الأردن. أحمد عبد الكريم من الأردن، يا مرحبا بالأخ أحمد عبد الكريم، يا مرحبا بأهل الأردن، حياك الله أخي أحمد. الله يحييك، الله يسعدك. الله يحييك. هل تسنى لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم، الصحابي الذي دعا له الرسول اللهم سدد لسعد رميته هو الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص، نتمنى لك حظا طيبا يوم الجمعة أخي أحمد. نعم. ونستقبل اتصال آخر ونقول السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. حياك الله أخي الكريم، من وين تكلمني وعطنا اسمك؟ محمد طارق من السودان. محمد طارق من السودان، حياك الله أخي محمد. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص. الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، حياك الله أخي محمد، وبإذن الله نتمنى لك حظا. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا بك، من معي؟ معك موسى كبيرة. موسى كبيري. موسى كبيري، من وين تكلمنا أخي موسى؟ من اسطنبول. من اسطنبول، يا مرحبا بالأخ موسى. هل تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم بإذن الله، هو سعد بن أبي وقاص. الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، نتمنى لك حظا طيبا أخي موسى. وإلى متسابق آخر نقول السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعني يا أخوي. حياك الله. الله يحييك ويبارك فيك. الاسم حياكم الله. عبد الرحمن فتح العليم من السودان. عبد الرحمن فتح العليم من السودان، حيا الله السمي. عبد الرحمن، تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص، من وين تكلمنا يا عبد الرحمن؟ نعم حياك الله. من أي بلاد تكلمنا؟ من السودان. من السودان، حياك الله وحيا الله جميع أهلنا في السودان. نتمنى لك حظ طيبا أخي عبد الرحمن. اتصال آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي أخي؟ عبد الهادي الجبرتي. من؟ عبد الهادي الجبرتي. عبد الهادي الجبرتي، يا مرحبا بك عبد الهادي. من وين تكلمنا أخي عبد الهادي؟ من اسطنبول. من اسطنبول، يا مرحبا يا مرحبا بك عبد الهادي. هل تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ اي نعم، الصحابي الجليل سعد بن ابي وقاص. الصحابي الجليل سعد بن ابي وقاص، اتمنى لك حظا طيبا يوم الجمعة اخي عبد الهادي. والى متسابق اخر واتصال جديد. حياك الله اخي الفاضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله اخي الفاضل، اسمك ومن أين تكلمنا؟ حياك الله، احب احييكم على هذا البرنامج الرائع، والله يعطيكم العافية. الله يبارك فيك، الله يسلمك اخوي. الاسم اولا؟ معك عبد الرحمن عبد الواسع. عبد الرحمن عبد الواسع، حياك الله اخي عبد الرحمن عبد الواسع. عبد الرحمن، تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم، الصحابي الجليل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. الصحابي الجليل سعد بن ابي وقاص. عبد الرحمن، نتمنى لك حظا طيبا. من وين تكلمنا يا اخي عبد الرحمن؟ من اسطنبول طبعا. من اسطنبول، حياك الله اخي عبد الرحمن. الإخوة والأخوات، الحديث معكم شيق، لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير ونعود إليكم. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا. مستمعينا الكرام مشاهدينا الأفاضل، حياكم الله وبياكم بعد هذا الفاصل القصير. نعود إلى محور حديثنا وحديثنا الشيق عن الشجاعة مع أخي أنس. ودعنا يا أنس نبدأ
فقرتنا هذه بالحديث عن مما استمد الصحابة رضوان الله عليهم هذه الشجاعة. يعني ما الذي منحهم هذه الشجاعة؟ يعني ضربوا أمثلة في التاريخ سطرها التاريخ سبحان الله يعني بأدوات بسيطة يعني. وعندما تنظر ما الذي يميزهم عن غيرهم تجد هذا الدين الإسلامي العظيم والإيمان الذي ملأ قلوبهم هو الشيء الوحيد الذي يميزهم عن غيرهم. بل تجد غيرهم متميزين عليهم أكثر بالعتاد المادي ولكن غيرهم لم يمتلك هذا الخير العظيم ألا وهو الإيمان الذي يملأ القلوب. نعم، الإيمان بالله عز وجل أخي عبد الرحمن ما يأتي إلا إذا كانت العلاقة بينك وبين الله قوية. لذلك أستدل ببعض الحكم وبعض الأقوال يقول من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. فسبحان الله تجد أن الإنسان الشجاع تلقى أن إيمانه بالله قوي وعلاقته بالله قوية جدا. نستكمل حديث أخي عبد الرحمن بعد اتصال قصير. نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا أخي الفاضل، حياك الله. من معي؟ الله يحييك، معك عبد الله الأهدل. عبد الله الأهدل، من وين تكلمنا أخي عبد الله الأهدل؟ أكلمكم من اسطنبول. من اسطنبول، يا مرحبا بك عبد الله. هل عرفت الصحابي لهذا اليوم؟ اي عرفته بإذن الله. تفضل. سعد بن أبي وقاص. الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، نتمنى لك حظا طيبا إن شاء الله أخي عبد الله. وإلى اتصال آخر ونقول حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي الفاضل، من وين تكلمنا ومن معي؟ معاك هاشم عارف. هاشم. الاسم مرة أخرى؟ هاشم عارف. هاشم. هاشم عارف. هاشم، حياك الله أخي هاشم. من وين تكلمنا أخوي هاشم؟ من السودان. من السودان، حياك الله. حيا الله جميع متابعينا في السودان. لو تذكرنا الصحابي لهذه الحلقة يا هاشم. أيوة تفضل. سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. شاكر لك أخي هاشم، نتمنى لك حظا طيبا. إلى اتصال آخر وضيف آخر نقول السلام عليكم. سعد بن أبي وقاص. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. يا مرحبا، من معي؟ عبد الرحمن محمد عبده. عبد الرحمن محمد عبده، من وين تكلمنا أخي عبد الرحمن؟ من الرياض. من الرياض. يا مرحبا بالأخ عبد الرحمن. هل عرفت الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم، سعد بن أبي وقاص. الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، نتمنى لك حظا طيبا أخي عبد الرحمن. وإلى اتصال آخر ومتسابق جديد نقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الفاضل، من معي؟ من تكلمنا؟ معك أسامة إدريس أخوي عبد الرحمن، كيف حالكم؟ طيب. الله يحييك أخي أسامة وحيا الله جميع متابعينا. من وين تكلمنا أخي أسامة؟ أكلمكم من اسطنبول. حياك الله، حيا الله جميع متابعينا في اسطنبول. أسامة، تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ إي نعم. لو تفضل تذكره لنا. الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص. الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص. أسامة من اسطنبول، شاكر لك اتصالك ونتمنى لك حظا طيبا. اتصال آخر نقول حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم، حياك الله. يا مرحبا، حياك الله أخي الفاضل. من معي؟ خالد القطب. خالد من؟ خالد القطب. خالد القطب، يا مرحبا بك خالد. من وين تكلمنا خالد؟ من اسطنبول. من اسطنبول، يا مرحبا بك خالد. تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم، سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص، نتمنى لك حظا طيبا أخي خالد. ولعلنا نستقبل اتصال آخر ومتسابق جديد نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، من وين تكلمنا ومن معي؟ معك موسى كبيرة. موسى كبيرة، حياك الله أخي موسى. لعلك اتصلت بنا مرة أخرى؟ أيوة، لأنه الاتصال انقطع. لا، لعلنا نحن سجلنا الاتصال الأول، لكن ما هي مشكلة، سمعنا صوتك مرة أخرى واستلمنا إجابتك. إجابتك كانت سعد بن أبي وقاص، صحيح؟
لعل الأخ موسى فصل، لكن نحب نطمن مسابقنا موسى أنه الإجابة الأولى تم اعتمادها. جزاك الله خير على حرصه واتصاله مرة أخرى. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الفاضل، من معي؟ طارق. أعد الاسم مرة أخرى والله لما سمعتك. ألو أخو تسمعني؟ يبدو حسام طارق. تسمعني يا أخوي؟ من السودان. من؟ يبدو اتصال فصل. يبدو الشبكة. ننبه على الأخوان أنهم يتواصلون معنا عبر الهاتف الواضح لكم في الشاشة، ولا يتواصلون معنا عبر الشاشات لأن الاتصال يقطع. نعم أخي عبد الرحمن. نعم. لعله في اتصال أيضا وصل. نقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الفاضل، من معي؟ الله يحييك، معاك عمار محمد. عمار محمد، حياك الله أخي عمار محمد. من تكلمنا عمار؟ أكلمكم من اسطنبول، وحابين نشكركم على هذه الجهود الرائعة. الله يسلمك، ونحن كذلك، يعني لولاكم ما كان هذا البرنامج. جزاك الله خير على تواصلك. عمار، تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم، هو الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص. جزاك الله خير أخي عمار، ونتمنى لك حظا طيبا يوم الجمعة. لاتصال آخر وضيف آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. تسمعني يا أخوي؟ طيب نرجع إلى محور الحديث. وذكرنا أن الصحابة رضوان الله عليهم قبل يعني الشجاعة ما اكتسبوها إلا بقوة علاقتهم مع الله عز وجل. لكن دعنا ندخل في اتصال آخر. تستقبل أخي عبد الرحمن. لعلنا نستقبل هذا الاتصال. نقول حياك الله أخي الفاضل، من معي ومن تكلمنا؟ السلام عليكم. هل تسمعني؟ ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي إذا سمحت ممكن تسمعنا من التليفون وتغلق صوت التلفزيون لو سمحت. ألو. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي فاضل، من معي من تكلمنا؟ معك نبيل أمين علي من إريتريا. نبيل أمين علي من إريتريا، حياك الله وحيا الله جميع أهلنا في إريتريا. أخي نبيل، هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ إيه الحمد لله، الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص. شاكر لك أخي نبيل، ونتمنى لك حظا طيبا يوم الجمعة. اتصال آخر، ضيف آخر نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، من معي؟ وعليكم السلام. مين معي في الاتصال؟ ياسر محمد الجوارتي. يا مرحبا بالبطل ياسر. كيف حالك يا ياسر؟ الحمد لله. هل عرفت الصحابي لهذه الحلقة؟ إيه. تفضل. سعد بن أبي وقاص. من وين تكلمني يا ياسر؟ من الرياض. من الرياض. إجابتك سعد بن أبي وقاص. إن شاء الله تفوز معنا يوم الجمعة يا ياسر. شكرا حبيبي. هذا يبدو أنه من أصغر المتصلين. نعم ما شاء الله، يعني جمهورنا من جميع كافة فئات الأعمار سبحان الله. ولعلنا نستقبل آخر اتصال معنا في هذه الحلقة ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله أخي الفاضل، من معي من تكلمنا؟ علي جمال. علي جمال. من وين تكلمنا أخوي علي؟
اسطنبول. اسطنبول. حياك الله أخي علي. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. شاكر لك أخي علي، ونتمنى لك حظا طيبا والفوز بيوم الجمعة إن شاء الله. طيب، لعلنا نختم يا أنس، وقبل الختام نشكر جميع المتصلين والمشاركين معنا سواء عبر صفحتنا في الفيسبوك أو على قناتنا في اليوتيوب أو عبر الاتصالات، ونؤكد على جميع المتصلين أن يسمعونا من الهاتف ولا يسمعونا من التلفزيون، وأيضا يجب أن تكون الشبكة أو شبكة الإنترنت عندهم قوية حتى يتم لنا سماع صوتهم جيدا. أحب أشكرك أخي أنس على هذه الحلقة المباركة، وأحب أشكر جميع مشاهدينا في جميع أنحاء العالم. نشكر لكم تفاعلكم وتواصلكم. إلى لقاء قريب، وكونوا على الموعد غدا في الساعة 5:30 بتوقيت أسمرة. شاكر لكم حسن تواصلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جموع الناس قد آن الأوان، أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان. إننا قوم